كل مره بقعد اقول لكم شيلوا الكركبه شيلوا الكركبه خفوا الكركبه. النهارده بقى انا جاي اقول لكم ايه؟ كركبوا. بس تكركبوا بالهندسه. اهلا بيكم في عالم الماكسيماليزم. الماكسيماليزم مش معناه ان بيتك ما يكونش نظيف او يكون متكركب اي حاجه عشوائيه. الماكسيماليزم معناه ان بيتك عنده ذكريات كتير، غني بالذكريات، مليان قصص، وواقف في وشي وفي وش عمنا ميس فاندرو وبيقول لك مور از مور، الاكتر هو الاحسن مش الليس از مور. انتوا فاهمين غلط. خلينا نقول ان انت عشان تعمل زحمه شيك ومن غير ما تضرب في وشك محتاج تحافظ على 3 قواعد. اول حاجه الخيط الرابط. الخيط الرابط دوت معناه انك هتختار لون واحد هيربط ما بين العفش الكتير ده عشان عينك ما تتوهش وما تزغللش ما توجعكش. تاني حاجه الوول جاليري. بدل ما هتحط لوحه واحده يتيمه حزينه في قلب الحيطه، لا انت هتحط براويز كتير وصور كتير، بس هتخلي المسافات ما بين كل برواز والتاني متساويه. تالت حاجة تعدد الملامس، او خلينا نقول تعدد التكتشر او تعدد الخامات. تالت حاجة دي بنقول فيها ايه؟ ان احنا نحط قطيفة جنب جلد مع حرير. هنا احنا بنعمل تعدد للملمس مش بس في الشكل. الستايل ده معمول لناس عندها ذكريات، اللي بيروح يسافر يجيب فازة من اسبانيا، اللي وارث ساعة من جده الباشا. البيت هنا بيبقى متحف شخصي مش مجرد كتالوج والسلام. الماكسيماليزم هو الستايل الوحيد اللي بيصالحنا على كركبتنا، بس بشرط كل قطعة يكون ليها لازمة وليها مكان. حطها ايه حلقة في ودنك عشان عارفك انت تحب فلاير تحط اي حاجة في اي حاجة. فانتوا تفتكروا الستايل ده هيبقى مريح للاعصاب ولا محتاجين نرجع تاني للمينيماليزم؟ سلام.